هل لازم تعرف مين اللي تحت الماسك؟ لا ما اعتقدش، مش لازم تعرف مين او بعمل كده ليه. المهم اللي انا بقدمه، انا بس عايز اغير حاجات كتير قوي وعايز كمان اقول حاجات كتير. دي كلمات قالها توليت في فيديو ليه على حسابه الرسمي على التيك توك، ولو دخلت على حسابه على انستجرام هتلاقيه مش موجود. حاجه غريبه. ما تيجي عدى عليك سيبي كل حاجة بعدين. بألبوم جديد بيشبه ألبوم التسعينيات وتقليد الهضبة عمرو دياب في فيلم آيس كريم في جليم، زادت حيرة الجمهور في المغني المقنع. ناس اعتقدوا ان هو المغني الراب مهاب، خاصة ان صوتهم الغنائي شبيه لبعض في أغنية حبيبي ليه. ناس تانية شافوه الفنان حسن أبو الروس لأنه بيشبه عينيه وحواجبه. فريق تالت بقى شافوا ان هو المغني الراب خفاجة اللي هو بيشتغل البروديوسر لتيوليت. فريق رابع بقى شافوا مغني الراب ليجاسي اللي هو برضو صوته قريب جدا من تيوليت. فريق خامس شاف ان هو علشان قلد عمرو دياب في ايس كريم في جليم بنفس البليزر وبنفس المكان اللي كان موجود فيه، فهو اكيد هو ابن عمرو دياب. في ناس بقى شايفه ان هو مش شخص واحد، ده مجموعه اشخاص قريبين جدا صوتهم من بعض. وسواء كده او كده محدش يقدر ينكر ان توليت عمل حاله موسيقيه جديده عملت رواج على مواقع التواصل الاجتماعي. ما بقتش فاكر كل الكلام اللي قلنا من يوم ودعنا.